مساء الخير. من الحالات المتكررة اللي أنا بشوفها عندي كتير في العيادة إن تجيلي الحالة تقول لي أنا وزني ثابت أو عندي زيادة في الوزن برغم إن أنا مظبطة أكلي، مظبطة شربي، مظبطة الرياضة بتاعتي. لما أنكش كده ورا الحالة شوية أكتشف إن هي عندها مود مش حلو، مضطربة، في مشاكل في الذاكرة، مش بتفتكر كويس، ممكن يكون عندها اكتئاب. لما ندور أكتر نلاقي إن الحالة عندها مشاكل في النوم. يعني إيه مشاكل في النوم؟ عندها أرق، عندها توتر، ما بتدخلش في النوم بسهولة، ما بتنامش ساعات متواصلة من 7 ل9 ساعات، بتصحى كتير في النص. تقوم تاني يوم مزاجها ومودها معكنن، مش قايمة فايقة كده وفريش، لا قايمة معكننة ومش طايقة اليوم. الحقيقة إن مشاكل النوم أو قلة النوم أو اضطرابات النوم مش بس بيبقى ليها تأثير بس على الوزن، سواء كان ثبات أو سواء كان زيادة في الوزن، لا كمان بتأثر جدا على تركيزنا، على قدرتنا على اتخاذ القرارات البسيطة حتى في اليوم. ممكن تدخل في اكتئاب، تقلل مناعة، فبالتالي بتخلينا عرضة أكتر للأمراض، سواء كان ضغط، سكر، كوليسترول عالي، تدخل بقى في سكتات دماغية وحاجات زي كده. مش بس موضوع الوزن بس. طيب انا اعمل ايه عشان احسن جودة النوم واخلي نومي كويس؟ اول حاجة اثبت الميعاد اللي هدخل فيه السرير والميعاد اللي هصحى فيه كل يوم. كل يوم حتى في الاجازات، حتى في الويك اندز اثبت نفس الميعاد. تاني حاجة اخلي الاوضة هادية ضلمة، بلاش التليفون لغايه اللحظه اللي انا هنام فيها، على الاقل لازم افصله ساعه قبل النوم، لان لقوا ان النور الازرق اللي طالع من الموبايل بيعطل هرمون الميلاتونين اللي هو اساسا مسؤول عن تنظيم دوره النوم. بلاش الوجبات التقيله قبل النوم، خلينا في سناكس خفيفه زي الموز واللوز، لقوا ان من الحاجات دي من الحاجات اللطيفه جدا ممكن تساعد الواحد انه يدخل في النوم. لو انت بتحب تلعب رياضه، بلاش رياضه بالليل، خليها الصبح او بعد الظهر، لان ده برضو ممكن يزود عندك الارق وما يخليكش تعرف تنام كويس. نتعرض لضوء النهار، ضوء النهار والشمس، التعرض ليها لو ان هو بيساعد على افراز وبيساعد على ان هرمون الميلاتونين يشتغل كويس. وطبعا بقى الكافيين والنيكوتين على الاقل من 4 ل6 ساعات قبل النوم. ودمتم في صحة وعافية.